حياك الله يا أخ سعيد السهيمي، مرحبا بك وبقناتك في منحنا في مناحل سعود الحارثي للنحل الغنامي، ونقول أهلا وسهلا، شرفت يا أبو عبد الله، والله يحييك. بالنسبة للنحل في الجزيرة العربية، نحل أصيل كان يوجد في الجزيرة العربية، يمتد من إجبال المدينة إلين آخر الجنوب، جهة ظهران الجنوب، وهو نحل المقاري، وكانوا يمتلكونها الآباء والأجداد، وعاش معهم من آلاف السنين. ومنها أنواع، منها النحل الغنامي الأسمر، والنحل الغنامي الأصفر، والسروي، والنعيمي، وأنواع كثيرة، ولكن معروف بإنتاجه وتحمله لأجواء المملكة العربية السعودية من الحرارة والجفاف أحيانا، ونحل منتج ونحل صبار وهادي الطباع غير شرس، وكانوا الآباء والأجداد يمتلكونه، وتطور الآن وأصبح من يمتلكه من بعض الناس حافظوا عليه وعلى نقاوته وعدم اختلاطه بالنحال التي وردت علينا، خصوصا عام 1404 دخل علينا عن طريق اليمن عن طريق بعض الأشخاص أنواع من النحل التهامي كثير التطريد قليل الإنتاج، وهو نحل يعتمد على التغذية، إذا انقطعت عنه ينهار ولا يتحمل لأي شيء. طبعا أنواع النحل التهامي في أنواع منها ممتازة، وفي أنواع من النحل التهامي تهجنت مع النحل البلدي وأصبحت يعني لا بأس بها، طيبة، ولكن ليس بكفاءة النحل الأصيل. في ناس ما زالوا محافظين بأقصى ما يستطيعون على محافظة على نحلهم وعلى نقاوته وعلى سلالته، ويعتبرونه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وعلى تطويرها وإبعادها عن النحل الغير جيد في مواسم التطريد ومواسم التلقيح، وعدم اختلاطه بالنحل المستورد من الخارج، حيث أن أكثر النحال اللي وردت من الخارج جلبت معها الأمراض مثل الفروة، مثل السريان والزحف. هذه ما كنا نعرفها سابقا إلا بعد ما وردت علينا النحال الخارجية. ويتميز النحل اللي يبغى يتابع النحل ويعرفه، يتميز النحل الغنامي مثلا الأسمر تتبان في جسمها، في تقسيمة الصدر، في فصيلة النحلة، في رجولها. النحل الغنامي الأصفر برضه، بينما النحل التهامي هو نوعين، نوع يجي أسود نحيف طويل، ونوع يجي صغير كان في فيفا نحل فيفي أصلي، ولكن للأسف أنه تأثر بقربه من النحالة التهامية، ومعظمه، ما أقول كله، معظمه أنه أصبح متهجن مع النحل التهامي. طبعا احنا نتكلم عن النحل التهامي، هو النحل اللي دخل من اليمن. نعم، هو نحل أدخل علينا من اليمن، إلا كان في تهامة، في نحل ممتاز. كان أساسا نحل المملكة كله في الحجاز وفي تهامة طيب، ولكن أدخل علينا عام 1404 آلاف الآلاف من الطرود ومن الخلايا. من فين؟ من اليمن، وأثروا على المنتج الوطني وعلى النحل الوطني. صار تهجين وصار سوء إنتاج وسوء تحمل في النحل، لأنه نحل متعود على التغذية طول العام والتطريد. أما عند التطريد يطرد، ومو يقتنونه أكثر الأخوة اليمنيين، لأنهم ما ينتجون عسل، يبيعون نحل. والعسل اللي يبيعونه اللي يسمونه عسل المراعي، اللي هو عسل تغذية. فهذا طبعا النحل غير جيد والإنتاج غير جيد. أكثر الإخوان اللي اشتروه هم ما يعرفون أنه نحل تهامي، أو أنه نحل غنامي، أو أنه نحل سروي، أو أنه نحل نعيمي، أو أنه يعرفون أنه نحل وبس، وهم ما عندهم ذيك الخبرة في الصنعة. بينما ممكن لو ياخذ 50 خلية غنامي أو سروي أو نعيمي، ولو أن النعيمي قليل، أفضل من 200 أو 300 أو 400 خلية من النحل التهامي في الإنتاج. والنحل نحل الجزيرة الأساس،
ربما في أوقات الجحر وأوقات الجفاف يقل ويضعف، ولكن يتحمل الحرارة إلى 50 درجة وأكثر، يتحمل جفاف الأرض. وعندما تجي الأمطار وتجي الثمرة على طول ينهض ويقوم ويعيش ويعبي الخلايا ويجمع العسل، ومن أبدع ما يكون. والله يبارك للجميع. بالنسبة لكيف أعرفها، بعد رأس جذع النحلة عن الصدر في فراغ ويبان، وانسيابية جذع النحلة برضو يعرف كيف شكله. الحلقات اللي وراء الفراغ يا أبو محمد يعني وسيع أكثر يعني في أكثر، لكن تلاحظ ضخامة جسم النحلة وطولها متناسق، لا هي قصيرة مدببة ولا هي نحيفة مرة مستطيلة. تلاحظ أن الجذع بارز والصدر بارز. الحلقات من وراء بتكون 3 حلقات في مؤخرة النحلة، 3 حلقات بيض، هذا بالنسبة للغنامي والسروي. أما النعيمي فلا يوجد فيه في المؤخرة سوى حلقة واحدة بيضاء. ثانيا يمتاز النحلة الغنامي بهدوءه وعدم شراسته. يقولون انك ممكن تفك الخلية وتغرفها بيدك ولا يتعرض لك ولا ما شاء الله ولا شيء. لكن بينما النحلة اللي ورد علينا من اليمن أصله من يوم تقرب خلاياه لازم تكون بالقناع، والله يعينك على ما يجيك. طيب أبو محمد، لا جيت أنا واشتريت نحل وقالوا لي إنه غنامي، وأنا ما أعرف حقيقة إنه غنامي أو تهامي أو سروي أو كذا أو كذا. ما هي مواصفات النحلة الغنامي؟ كيف أعرف إن هذه النحلة أو الملكة هذه غنامية؟ كيف أعرف بالمواصفات؟ بالنسبة كيف أعرف النحل الغنامي، هذا يحتاج إلى شخص عنده دراية وخبرة في النحلة الغنامي، من ناحية طول النحلة، من ناحية أجنحتها، من ناحية الحلقات عليها، من ناحية الصدر وبعد الصدر عن نفس جذع النحلة، من ناحية الصدر ووسع الصدر، من ناحية رأس النحلة وشكله ونفس اللون وصفاء اللون وانسياب النحلة. يفرق عن ألوانها، منها الأصفر اللي هو النوع الغنامي الأصفر، ومنها النوع الأسمر. بالنسبة لنا حنا محافظين عليه بقدر ما نستطيع، وأحيانا ننقله في ديار ولا نعلم من محلاتنا أحد. لكن سعيد السهيمي الله يهديه هذا سلطة، ما أدري كيف تسلط علينا وجانا وحنا ما نعلم أحد من محلاتنا. والله ما هو حسد في الأرض، ولكن حفاظا على السلالة وعلى أجل التلقيح. نحاول، لا أنا ولا أخواني خالد وعيد وابن عمي مشبب، نحاول دائما أنه مناحنا تكون في منأى بعيد عن القرب من النحالين لأجل التلقيح والمحافظة على نفس الفصيلة وعلى نفس السلالة. ولكن أبو عبد الله ما شاء الله عليه رادار وسلطة، وفجأة يعني كنت أتوقع كل شيء إلا أن يجيني واحد ومن يكون سعيد السهيمي.
وفي الختام نشكر الأخ سعيد السهيمي على اهتمامه بالنحل والنحالين ومحاولة نقل الصورة الحقيقية لأوضاع النحل وأصنافه في الجزيرة والسلالات النقية السليمة. ونقول حياك الله يا أبو عبد الله، وأي شخص يرغب في نحل غنامي أصلي نرحب به ونقول حياك الله، وإحنا في الخدمة إن بغيت استشارة وإن بغيت نحل بقدر معرفتنا. لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن بقدر الاستطاعة. ومرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، ونقول يا أبو عبد الله حياك الله، بعد أن جيتنا نازل ما ندري من فين تنزل قط علينا. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لك يا أبو محمد على تحت الفرصة على اللقاء، وإن شاء الله نشوفكم في أفلام وحلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.